تخيل إنك بتتقدم لأكتر من 30 وظيفة وتترفض فيهم كلهم. حتى لما شركة KFC فتحت فرع جديد اتقابل 23 شخص واترفض واحد. الشخص ده كان اسمه جاك ما. جاك ما كانش أذكى واحد في الفصل ولا أغنى واحد في عيلته ولا حتى بيعرف يكتب إنجليزي كويس في البداية، بس كان عنده حاجة واحدة مختلفة: إصرار غير قابل للكسر. جاك ما اتولد في الصين في وقت صعب اقتصادياً. كان شغوف باللغة الإنجليزية وبيطلع كل يوم الصبح يقابل السياح عشان يتعلم منهم من غير مقابل غير المعرفة. قدم على جامعة مرتين واترفض، في التالتة اتقبل. قدم على شغل كتير جدا واترفض كتر، لكن كل لأ كانت بتقوي عنده فكرة واحدة: أنا مش فاشل، أنا لسه ما لقيتش مكاني. في سنة 1995 جاك ما شاف الإنترنت لأول مرة. بحث عن كلمة شاينا، مفيش نتائج. هنا شاف الفرصة، مش فكرة عبقرية ولا تكنولوجيا معقدة. شاف مشكلة: الشركات الصغيرة في الصين ملهاش وجود أونلاين. ومن شقة صغيرة ومع فريق بسيط ومن غير خبرة تقنية حقيقية اتأسست علي بابا. مستثمرين كتير قالوا له الفكرة مش هتنفع، أمازون هتسحقكم، السوق مش جاهز. لكن جاك ما كان فاهم حاجة مهمة في البيزنس: النجاح مش إنك تنافس الكبار، النجاح إنك تخدم اللي الكبار مش شايفينهم. ركز على الSMEs، على التجار الصغيرين، على الناس اللي السوق كان متجاهلهم. علي بابا بقت واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في العالم، مش بسبب التكنولوجيا، لكن بسبب الفهم العميق للسوق والصبر على المدى الطويل. جاك ما نفسه قال: لو ما نجحتش النهاردة جرب بكرة، لو ما نجحتش بكرة جرب بعده، لكن اوعى تبطل. قصة جاك ما مش عن الحظ ولا عن العبقرية الخارقة، دي قصة شخص رفض إنه يصدق إن الرفض نهاية. لو أنت حاسس إنك متأخر أو السوق صعب أو الناس مش مصدقاك، افتكر إن أكبر الشركات بدأت من ناس ما كانش حد مصدق فيهم. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير مع صحابك، واشترك في القناة لو عندك فضول تعرف مين الشخصية اللي جاية. وده كان بريف سريع. سلام.